أنا أحب أبارك لسعادة الأستاذ سامي آل فاضل رئيس نادي الأخدود بفوزه بالتزكية اليوم، بعد كانت هي صار في مشاكل في الانتخابات الأولى، ثم أعيدت الانتخابات لنادي الأخدود، فألف ألف مبروك لسعادة الأستاذ سامي الفاضل. وبهذه المناسبة المتميزة للأستاذ سامي، طبعا الأخدود مباراتها القادمة مع النادي الأهلي الشقيق، والأخدود في العام الماضي فاز على الأهلي ذهابا وإيابا في نجران 2-0 وفي جدة 4-1. وإذا كرر نجوم الأخدود فوزهم للمرة الثالثة فأنني وبكل فخر سوف أقدم مكافأة كبيرة جدا لنجوم الأخدود وعلى عكوز بكوز اللي في كل قناة مركوز ومناصريه أن يواصلوا فبركة الصور والأكاذيب. أبو فهد، تقصد المرة الثالثة على من الفوز؟ على الأهلي. والدوري ما فيه إلا نادي الأهلي عشان تقول هالكلام؟ أنا بالنسبة لي قلت هذا الكلام لأني مؤمن فيه. إيه، وش معنى الأهلي؟ يعني أنت حاط هذا الموضوع الأهلي، ليش الأهلي؟ لأني حاط، أنا شفت ترى ما أعرف أكذب، لأني حاطنا الأهلي في راسي بس. أنا الحين لما أعطي نادي الأخدود مكافأة صرت أنا مذنب. لا لا لا، تعطي نادي الأخدود مكافأة في أي فوز. لحظة بس لا تضع الأهلي في راسك. إيش معنى تضع الأهلي في راسك؟ اسمعني. وفريق يتم صناعته من فريق محلي إلى فريق عالمي بدعم كامل من الملاك صندوق الاستثمارات. فيه أهلاوي قال لي صندوق الاستثمارات شكرا، كلهم قاعدين يهشتكون عليه.